السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان. معاكم ام محمود ابو العلا من قناة لقمة ولمة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الملوخية الناشفة. بما ان احنا في الموسم بتاعها، وناس كتير جدا بتحب الملوخية الناشفة وما ينفعش تشتريها من اي حد، لان ما بتبقاش مضمونة غير اللي انت الحاجة اللي بتعمليها بايدك. اهم حاجة الملوخية تيجي بلدي زي ما انت شايفة كده، والجذور بتاعتها تكون حمراء. دي بقى الملوخية بتاعتنا اللي هي بتطلع من الأرض المصرية، مش البذرة المستوردة. لأن في ملوخية اسمها الملوخية القطاوي اللي بتتزرع في الصحراء، لا دي ملوخية بتتزرع في الأرض الطينية بتاعتنا. بتبقى مسكرة وبتبقى جميلة، والورقة تكون خضرة زي ما انت شايفة معايا كده، وتكون مش كبيرة أوي ولا صغيرة، وتكون خشنة. دي بتبقى ملوخية زي العسل. بتغسليها طبعا غسيل، مش قادرة اقولك على الغسيل، بتقعدي فترة تغسليها. بعد كده انا بحطها في قلب الكيس المخدة ده، انا كيس ده عاملاه على قد الملوخية والبامية. بتحطي كيس الملوخية في قلب العصارة، تشغلي عليها العصارة علشان تنشفها لك بسرعة. بعد كده، بعد ما انت غسلتي الملوخية قطفتيها وغسلتيها وعصرتيها، بتطلع زي ما انت شايفة. بحطها في قلب الصينية وبسيبها مثلا حوالي 5 دقايق كده في الهواء، علشان خاطر تبقى ناشفة خالص، ما يبقاش فيها اي نسبة مية، علشان لما تيجي تنشفيها تطلع معاكي حلوة، وما يبقاش المية تخليها تسمر او تغير لونها. لما نشفت خالص جبت ملاية فرشتها، ورحت حاطة عليها الملوخية وفرطتها زي ما انت شايفة معايا. طبعا احنا بنعمل كمية كبيرة او صغيرة حسب اللي انت عايزاه. ممكن ما تعملهاش مرة واحدة، تعملها على فترات علشان ما تغمقش منك وتبوظ. لان الملوخية الناشفة لما بتعمليها بتنشفيها عندك في البيت بتطلع خضرة زي ما هي كده، بتطلع جميلة. دي المروحة اهي انا مشغلاها عليها، وبسيبها لحد لما تنشف خالص تحت المروحة. بقت بالمنظر اللي انت شايفاه ده. بعد كده انا بحطها في الشمس، وبحط عليها شاشة بيضة يعني ممكن ساعتين 3 ساعة الظهيرة علشان تنشف خالص، وادخلها افركها تطلع بالمنظر اللي انت شايفاه. ما تنسوش بقى التعليق الحلو بتاعكم، والاشتراك والجرس وتدعيم القناة عشان يوصلكم كل جديد. بعد كده بقى بتحطيها في الكبة، لان هي بتبقى خشنة زي ما انت شايفة، فلازم تنعميها شوية وتطبخيها، وبالهنا والشفا. وكده احنا عملنا الملوخية الناشفة مع بعض من قناة لقمة ولمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.